الخير، ممكن حضرتك تعرفي قراء موقع ستارز اونلاين بنفسك؟ ممكن حضرتك تعرفي موقع ستارز اونلاين بنفسك؟ اوكي، انا سمر جابر، ممثله، بدرس هنا في اكاديميه فنون مسرحيه. عاوزين النهارده تم اختيارك لتقديم النهارده كان افتتاح الدوره ال 32 من مهرجان المسرح العالمي. كان بيتكرم معانا النهارده استاذ محمود ياسين واستاذه رانيا فريد شوقي، وعلى مدار الاسبوع الجاي كله هيبقى فيه عروض، 6 عروض بتتعرض كل يوم على خشبه المسرح. ابناء المسرح يعني هم اللي قائمين عليها كاخراج وتمثيل. وتقديمك النهارده جه ازاي؟ بما اني جه من عزوز، هو رشحني ان انا اقدم المهرجان. عزوز رئيس اتحاد طلاب الاكاديميه. وايه فايده المهرجان ده للطلاب؟ اكيد بياخدوا خبرات من بعض، بيبقى فيه تلقي للفنون، بيلتقوا ببعض، يعني بيتشاركوا مع بعض في خبراتهم، يعني ليه أهمية كبيرة جدا كمان بالنسبة للأساتذة. لو في ملحوظات بتبقى في تحفيز، جوائز تحفيزية. العرض اللي بيفوز بالجائزة أكيد ده بيبقى تحفيز للباقي إن هم يستمروا يعني ويبقوا برضه بيقدموا عروض كويسة علشان ياخدوا جوائز. شعوركم إيه بحضور الأستاذ محمود ياسين والفنانة رانيا فريد شوقي؟ أكيد ده شعور جميل جدا إن أستاذ كبير زي الأستاذ محمود ياسين له تاريخ عظيم، فن راجل عطاء للفن زي ده شرفنا هنا، فده برضه حافز لطلاب الأكاديمية. والفنانة رانيا فريد شوقي طبعا نورتنا النهارده، فنانة جميلة وهي جديدة من الناس اللي اتخرجوا من الأكاديمية. وكلمينا عن اللي استفدتيه من دراسة في المعهد. أكيد استفدت حاجات كتير قوي، في دكاترة كتير عندنا، يعني عندنا قامات من قامات المسرح العربي بيدرسوا لنا، كل أستاذ فيهم له خبرته وليه منهجه الخاص بيه، فأكيد بنكتسب من خبراتهم كلهم. وعلاقاتكم كطلبة بقى في المعهد؟ علاقة جميلة جدا، ودودة جدا، بيحاولوا دايما يفيدونا لو احنا سألناهم أو حتى من غير ما نستشيرهم أو نسألهم في حاجة، هم ما بيبخلوش علينا في حاجة الحقيقة. يعني كل المعلومات اللي عندهم بيحاولوا إن هم يخلونا نستفيد منها. وحضرتك في الفرقة كام دلوقتي؟ أنا في الفرقة الثالثة. طيب، وحاسة إن المعهد أفيد من دراسة في استديوهات الممثل اللي هي في الفرقة؟ أكيد، لأن دي حاجة موثقة. يعني أنت بيقول لك يعني اطلب العلم يعني بناخد العلم من بابه فعلا، زي ما بيقولوا من باب الشرعي، فدي حاجة موثقة يعني دكاترة بجد، مفيش حد بشوف بأمر ولا حاجة. أكيد بتختلف طبعا عن أي ورش. تقدري تجمعي بين دراستك وبين شغلك في الأعمال الفنية؟ أكيد الدكاترة هنا متعاونين معانا بقدر المستطاع يعني. عاوزين نعرف أخبارك الفنية الجديدة إيه؟ يعني هو حاليا بصور مسلسل أنا وبابا وماما مع أشرف عبد الباقي